مساء الفل يا جماعه. النهارده هنتكلم على قضيتين في قضيه واحده. من كام يوم استاذ سيف زاهر كان مستضيف اليوتيوبر محمود اليستيري. محمود اليستيري طبعا معروف ان هو زملكاوي، لكنه يوتيوبر بيحظى حب جماهير الاهلي اكتر من جماهير الزمالك. لان محمود اليستيري ده محايد وبيحث على المشاهدات بانه يعمل تجاوزات او يبقى مستفز للاهلاويه، بالعكس ده هو لما يجي سيره الاهلي بيدي الاهلي حقه تماما يعني. ودي حاجه تحسب له. المهم القصه كلها كانت دايره على فكره المتابعين لمحمود اليستيري اكتر اهلاويه ولا زملكاويه. فمحمود اليستيري من ضمن الكلام اللي قاله كده جماهير الاهلي يا كابتن يا استاذ سيف اكتر من جماهير الزمالك، ولا انت مش معايا؟ فاستاذ سيف زاهر بصراحه يعني ابهرنا بالرد وقال ايه؟ اصل انا ما اعرفش اسم، اصل انا بقالي 12 سنه محايد. هو انت ايه اللي ما بتعرفش اسم يا استاذ سيف؟ ايه اللي ما بتعرفش اسم؟ هي دي مش محتاجه قياس. يعني فكره ان انت دايما عايز تبان محايد في قضايا ما فيهاش حياديه، ده بالعكس ده بيقلل من قيمه الكلام اللي انت بتقوله. يعني فكره دي بديهيات ومسلمات. يعني احنا بنتكلم لما تيجي تقول مثلا رايك في مباراه فتيجي تقول لي الفرقه دي احسن من الفرقه دي، ماشي. لما تيجي تقول مقارنه بين اثنين لعيبه فانت تقول اللعيب ده احسن من اللعيب ده، ماشي. لكن ما ينفعش نتكلم في حاجات مسلمات ومعروفه للدنيا كلها واحاول ابين فيها محايد. يعني انت بتتكلم في حاجه اصلا جماهير الزمالك نفسها عارفاها قبل جماهير النادي الاهلي. انت لو ما تعرفش تقيسها، انت لو من صغرك كنت طالب في المدرسه كده وانت عندك مثلا 30 طالب في الفصل وبصيت عليهم كده هتلاقي منهم مثلا 20 طالب اهلاوي وفي 7 منهم ولا 8 منهم ما لهمش في الكوره وفي 2 منهم زملكاويه، والاثنين دول بالغالب بتلاقي منهم واحد ماشي بمبدا خالف تعرف، فبيحاول يبان ان انا لما ابقى واحد زملكاوي وسط 30 ابقى مشهور اكتر من الباقيين في الفصل. لو ما قستهاش انت طالب في المدرسه قسها في الشارع، قسها في العماره، قسها وانت في المدرجات كده. لما كانت ماتشات القمه وقت مباريات القمه لما كانت المدرجات مفتوحه للجماهير كنا بنشوف فرق جماهير نادي الزمالك عامله ازاي وفرق جماهير النادي الاهلي عامله ازاي. بالعكس ده كان في ماتشات بيحاولوا يغطوا الحتت الفاضيه في مدرجات نادي الزمالك بالبنرات عشان ما يبانش فرق الحضور الجماهيري بين الاثنين. اسهم في مباراه السوبر اللي اخرهم كانت في الامارات من حوالي شهر ولا حاجه او شهرين، لما كنا بصينا في المدرجات كنت تلاقي 2 زملكاويه في مدرجات الزمالك جنبهم واحد اهلاوي، عكس مدرجات النادي الاهلي بالكامل اهلاويه. بص عليها في الرعايه، كل الرعاه للنادي الاهلي دول اكيد ما بيرموش فلوسهم في الارض، اكيد هم شايفين ان فلوسهم رايحه في مكانها الطبيعي. قسها في عدد الاعضاء جوه النادي، قسها بالفروع بتاعت النادي، قسها المراكز البحثيه سواء مصريه او دوليه. المراكز البحثيه المصريه مثلا زي مركز بصيره اللي قال الفرق بين المدرجات بين فرق الجماهير عامل ازاي. المراكز البحثيه الدوليه اتكلمت في الموضوع ده قبل كده. فانت ما ينفعش تتكلم وتبان محايد في قضايا هي مسلم بيها ومحسومه بالنسبه للناس كلها. كل جماهير الزمالك عارفه ان جماهير الاهلي اضعاف مضاعفه جماهير نادي الزمالك، بس الغالبيه منهم بيعترف بالحقيقه دي والبعض منهم بيحاول ينكرها ويقول لك لا اصل هي متساويه، لا اصل احنا جماهيرنا في الخليج اكتر، مع ان كل الاختبارات اللي بانت فيها الجماهير بين الاثنين بان قوي ان جماهير الاهلي فارق بمراحل كبيره واضعاف كبيره قوي عن جماهير نادي الزمالك. وبعدين يا كابتن سيف احنا في القضايا اللي بتبقى فيها محتاجين تبقى حيادي ما كناش بنلاقي حيادي، جاي في حاجه محسومه ومسلم بيها وجاي تقول تعمل فيها حيادي، لا بالعكس انت كده بتقلل قيمه الكلام اللي انت بتقوله وما بتحترمش عقليه المشاهد اللي بيتفرج عليك. عامه دي وجهه نظري، لكن لو حضراتكم ليكم وجهه نظر ثانيه غير اللي بقولها مستني تعليقاتكم في الكومنتات تحت. شكرا.